زوار القناة، السلام عليكم. تحية واحترام لمتابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وسيكون الحديث في هذا الفيديو عن تصريح عالمي من إلياس بن صغير وانتفاضة إبراهيم دياز مع فريقه ريال مدريد زائد سفيان بوفال، والعودة للمنتخب المغربي. والأسود سيواجهون منتخبا عالميا في شهر يونيو. لكن قبل الخوض في التفاصيل، فضلا وليس أمرا، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب بالفيديو، وذلك لدعمنا على تقديم المزيد، وشكرا. والبداية ستكون مع إلياس بن صغير. وفي تصريح عالمي من الجوهرة المغربية، أكد لقناة تيليفوت الفرنسية بأنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية مستقبلا. حقيقة بسبب هذه العقلية التي يملكها الجيل الحالي للمنتخب المغربي، أصبح الأسود من كبار القوم على المستوى العالمي. لاعب في سن 19 وفقط وضع تحديات لمشواره الكروي، حيث قال بالحرف الواحد: منذ الطفولة كان حلمي أن أصبح لاعبا محترفا، واليوم نجحت في ذلك وسعيد للغاية. كما أكد بأنه يحلم بالظفر بلقب كأس أفريقيا وكأس العالم مع الأسود. يحسب لبن صغير هذه العقلية التي تسمى بعقلية البطل، وأعتقد بأنه قادر على تحقيق كل أحلامه. في هذا السن أصبح أساسيا مع المنتخب المغربي، كما أضحى من نجوم موناكو الفرنسي الذي يقدم مستويات طيبة في الدوري ودور أبطال أوروبا. وقد تنبأ له مدرب الفريق بالذهاب بعيدا في مسيرته الاحترافية، وحاليا هناك أنباء عن اهتمام نادي برشلونة، بل يراقب مستوى اللاعب بالإضافة إلى أندية أخرى كاليوفي الإيطالي وأندية من الدور الإنجليزي. لكن في الوقت الحالي ليس هناك تقديم للعروض، إنما المراقبة وفقط، وهذا دليل قاطع على أن العروض ستنهال عليه في الميركاتو الصيفي إذا استمر في تقديم نفس المستوى الذي يقدمه في الوقت الحالي. وبالعودة لهذه العقلية التي يملكها إلياس بن صغير والجيل الحالي للمنتخب المغربي، فشخصيا أرى من البديهي أن يحلم هذا الجيل بالتتويج سواء بالألقاب القارية أو بالكرة الذهبية، خاصة لقب كأس العالم، لأن ما صنعه المنتخب في مونديال قطر يحصد ثماره الآن. الكل يرى بأننا كنا قريبين جدا من التتويج بهذا اللقب العالمي، لذلك ليس بغريب أن هذا الجيل يحاول صنع التاريخ وتحقيق ذلك اللقب الذي كان قريبا جدا من خزائن الأسود. أما بخصوص كأس أفريقيا، أعتقد أن المنتخب يعاني من عقدة نفسية بخصوص هذا اللقب المستعصي منذ سنوات طويلة، وأعتقد لو تمكن هذا الجيل من حل شفرة كأس أفريقيا في النسخة القادمة التي ستقام بالمغرب، سيفوزون بعدة نسخ أخرى متتالية، لأن جلهم في سن صغيرة. عموما برافو بن صغير على هذه الجرأة، وآمل أن يتحقق ما يصبو إليه في القريب العاجل. ومن هنا ننتقل لإبراهيم دياز. يبدو أن الدول المغربي في طريق الصحيح بعدما همشه كارلو أنشيلوتي سابقا، الآن يعيش قفزة نوعية في مستواه، بل يلعب بشكل أساسي رغم عودة البرازيلي رودريغو غوس. ومن الجميل أن الفريق الملكي عاد لأجواء المنافسة على بطولة الدوري بعدما كان الفارق بينه وبين البارسا وصل ل9 نقاط. عاد الريال ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة، وهذه الأمور في صالح إبراهيم الذي أبان عن انسجام واضح مع العناصر التي تشاركه الخط الهجومي. لكن رغم ذلك شخصيا أتمنى أن يكون أكثر فعالية كما يفعل مع المنتخب المغربي، بحيث يتبقى له شهر كامل قبل عودة فينيسيوس جونيور الذي يعتبر اللاعب الأساسي في خطط أنشيلوتي. لذلك في شهر واحد يجب أن يؤكد على أنه من طينة الكبار، وذلك عن طريق تسجيل عدد مهم من الأهداف وأخذ المبادرة في المباريات المتبقية للنادي الملكي في مسابقة تشامبيونز ليج الأوروبية. وأنا ذاك الصحافة ستضغط بكل ثقلها على أنشيلوتي وتضعه أمام أمر الواقع. وأظن لو استغل هذه الفترة كما يجب، حتى أنشيلوتي نفسه سيكون في موقف محرج، وبالتالي قد يعيد النظر حول إبراهيم. صحيح دائما ما يشيد به في اللقاءات الصحفية، لكن يعتبره مجرد بديل للثلاثي فينيسيوس امبابي ورودريغو. وفي رأيي الشخصي هذا الشهر سيكون حاسما لإبراهيم، إما بالبقاء مع ريال مدريد لسنوات طويلة
أو الذهاب لنادي ليفربول كمعوض لمحمد صلاح الذي سيغادر النادي الأحمر هذا الموسم كما أعلنت الصحافة الإنجليزية. ومن هنا ننتقل لنجم مونديالي غاب كثيرا عن الأسود، والأمر يتعلق بسفيان بوفال الذي غير الوجهة من قطر صوب أوروبا من أجل عيون المنتخب والمشاركة في الكان. وحسب بعض الأنباء وليد الركراكي أخبر بوفال بأنه يحتاجه في كأس أفريقيا، فقط عليه أن يتألق مع فريقه الجديد سان جيلواز. بوفال قبل عام على بداية الكان بدأ يدخل في رتم المباريات، وقد صنع هدفا مع فريقه كما تحصل على تنقيط فوق 7، لكن كلاعب على ما يبدو ما زال يحتاج لكثير من العمل لاسترجاع الرشاقة التي عهدناه بها. قد يقول قائل بأن المنتخب لا يحتاج لبوفال في الوقت الحالي. صحيح، أتفق مع من يقول هذا الكلام، لكن قبل بداية أي مسابقة دائما ما تكون هناك مفاجآت، سواء بغياب بعض اللاعبين للإصابة أو بسبب نقص الجاهزية. صحيح هناك منافسة شرسة في المركز الذي يلعب فيه بوفال، لكن أتمنى أن يسترجع إمكانياته لأنه بخبرته قد يكون لاعبا مفيدا، خاصة وأنه مراوغ من طراز رفيع، وبالتالي كلاعب احتياطي قد يكون مفيدا وحلا لوليد الركراكي. ولكن يبقى الحديث سابق لأوانه لأن مستواه الحالي لا يؤهله للتواجد في قائمة الأسود. ومن هنا ننتقل لجديد المنتخب المغربي، وبعيدا عن المعسكر المقبل الذي سيخوض فيه المغرب مباراتين ضد النيجر وتنزانيا في إطار إقصائيات كأس العالم. بدأ الحديث منذ الآن عن برمجة الجامعة المغربية لكرة القدم مباراتين وديتين في شهر يونيو. قد تطرقنا لهذا الموضوع سلفا وقلنا أن الجامعة تسعى لبرمجة مواجهة ضد مصر والسنغال، لكن عند تدقيقنا في هذا الأمر وفي رزنامة التوقف الدولي لشهر يونيو وجدنا أن المنتخبات الأفريقية ستكون ملزمة بخوض مباراة واحدة ضمن إقصائيات كأس العالم، بينما المنتخب المغربي سيكون في راحة. وهذا يؤكد على أنه ليس بإمكانه مواجهة منتخبين إفريقيين قويين، وبالتالي ستكون هناك مواجهة واحدة ضد منتخب إفريقي وأخرى ضد منتخب أوروبي عالمي، وهذا في صالح المغرب إذا أراد أن يكسب بعض النقاط على مستوى ترتيب الفيفا. وكما يعلم الجميع المنتخب المغربي أصبح مطلوبا من قبل أغلب الاتحادات الأوروبية، وحسب بعض الأنباء الجامعة المغربية تخطط لاختيار المنتخب المناسب بعد شهر مارس، حيث تنتهي مباريات دور ربع نهائي من دور أوروبا. وبالتالي المنتخب المغربي بإمكانه خوض مباراة ودية ضد أحد هذه المنتخبات: البرتغال، كرواتيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، بالإضافة لإسبانيا. في حالة عدم تأهل المنتخب الإيطالي ستكون هناك مواجهة منتظرة ضد المنتخب المغربي حسب ما أكد الإعلام الإيطالي، وبالتالي إلى غاية التربص المقبل الذي سيكون في شهر مارس لن تكون هناك برمجة رسمية لأي مباراة ودية في شهر يونيو، إنما الحديث سيكون عن خيارات الأسود وفقط. وإلى هنا وصلنا للختام. كلمة تحفيزية منكم في صندوق التعليقات تشجعنا على بذل مزيدا من المجهودات، وشكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.